بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صباح الخير يا حبايبي، صباح الفل، صباح الجمال. عندنا هنا النهاردة هنبدأ اليوم معاكم شوية مواعين دول بس بتوع الفطار، يا دوب الفطار بس، اللي عامل نسكافيه واللي عمل شاي واللي فطر يعني حبة صغيرين، هي مش هياخدوا مننا وقت، هنخلصهم على طول. يلا قومي كده تنشطي، ما تسيبيش حاجة وراكي، وقومي يلا، ما تقوليش الجو برد، لا الجو الصبح كده بيبقى حلو. يلا قومي بقى تنشطي وشوفي اللي وراكي. هنغسل شوية المواعين دول بسرعة بسرعة كده. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وطول ما انت واقفة كده صلي على النبي واستغفري ان شاء الله. كل اللي عنده ابتلاء او عنده حاجة وحشة هتروح ان شاء الله بالاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. معايا شوية مواعين هنغسلهم. زي ما بقول لكم كده، بصوا المطبقية الكوبايات كلها في الحوض. هم بس شطار في الشاي بلبن والشاي والنسكافيه، هم دولت بتوع الصبح. وطبعا وقهوه، لا القهوه انا اللي شاربه القهوه، يعني الكنكه دي كانت معايا انا كده عملت فنجان قهوه شربته. وقلت كده يلا هنشطب الحوض الاول قبل ما انزل اجيب اي حاجه وقبل ما اعمل اي حاجه. هنشطب الحوض بتاعنا وهنخلصه. يلا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. قومي كده يلا شوفي اللي وراكي وخلصي اللي وراكي بدري بدري كده، وان شاء الله كل حاجة معاكي تبقى سهلة. يلا ان شاء الله، كل حد وراه حاجة او حد وراه شغل، الولاد بتخرج طبعا بره، بيخلصوا بيفطروا بيخرجوا، وانا بقى ما بصدق اخلص اللي ورايا. هنخلص شوية المواعين بسرعة بسرعة كده طبعا. كلنا طبعا ولادنا بالليل بيعملوا ايه؟ بيقعدوا بالليل، مواعين بالليل دي بنصحى نغسلها او بغسلها قبل ما انام. انما دول بقى شوية المواعين دول بتوع الفطار، نسكافيه، قهوة، زي ما قلت لكم طبعا، على ما يفطروا يكون ملولي الحوض كوبايات. كده خلاص هنخلصهم على طول، وهنعمل حاجة حلوة قوي النهاردة. احنا كده كده عندنا غدا، فمش هنعمل غدا النهاردة، مرتاحين من ناحية الغدا، يعني يا دوب هننضف الحوض وخلاص على كده. طبعا المطبخ نضيف من بالليل، وكل يوم كده روقيه وقبل ما تنامي. هي مش هيبقى معاكي طول ما انت مروقاه بالليل، هتصحي رايقه يا دوب الكوبايات بتاع الفطار. كده ان شاء الله هخلصهم على طول. وهنعمل معاكم حلو، حاجة حلوة كل ولادنا بيحبوها. ويلا عشان نخلص ونشوف هنعمل ايه النهاردة، طالما فاضية وعندي غدا. خلاص كده يعتبر طالما في اكل في البيت، انت كده كده ما وراكيش اي حاجة طول النهار. هو بيبقى الغدا بس اللي انت بتشيلي همه، تنزلي السوق وتيجي تعملي غدا وتخلصي. وطول البيت طبعا بننضف البيت من على بالليل واحنا قاعدين كده طبعا سهرانين، وبنصحى يا دوب ايه، نفتح ونهوي الشقه وخلاص على كده، ونلم البطاطين والحاجات مكان الولاد ما كانوا نايمين. كده خلاص انا خلصتهم، ما خدوش وقت زي ما قلت لكم. غسلتهم بسرعه. وهنا هغسل بقى، بصوا المعالق والشوك والسك، تعرفوش في شوك في الحوض ليه؟ هما بيجي يجيبوا بتاع المعالق محطوطه جنب الحوض، يجي يجيبوا موقعين الباقي في الحوض. طبعا الصفايه بتعمل ينسون، بيعملوا حاجات سخنه بالليل، فدي كانت موجوده طبعا، حد عامل حاجه سخنه هي وسايبها. كده خلاص خلصت الحوض ورحت ابص على حاجه، وهرجع تاني نغسل باقي المعالق ونغسل الحوض بتاعنا غسله حلوه قوي. وهننضفه طبعا كده زي ما قلت لكم. هنشوف هنعمل حاجه ايه النهارده معانا. طبعا الجو برد وبالليل جوع، بالليل ده يا سلام، بالليل تيجي الساعه 12 كده واحده يقول لك احنا ميتين من الجوع. ما انتوا متعشين، لا اعملي لنا حاجه ايه ناكلها دلوقتي مع اي حاجه. كده خلاص خلصت، ودعكنا الحوض بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده طبعا. وهننضف الصفايه بتاعه الحوض. وخلصت كده هنشطفهم على طول اوام اوام. وعندي هنا المطبقيه فوق الخلاط فوق الحوض، هشيل على طول وهصفيهم، هخلص على طول. كده هغسل بقى كله، هنشطف بقى كده، انا بغسل كله الاول وبعد كده بشطف سريع سريع. دي كنكه القهوه، انا اللي كنت عامله فنجان قهوه وشربته، ودي مجات النسكافيه بيعملوا فيها النسكافيه طبعا والشاي والكلام ده كله. كده خلاص انا خلصت، هنشطفهم بسرعه سريع سريع كده. بصي ما هيش هياخدوا منك دقيقه، فخلصي بسرعه بسرعه كده وحطيهم، هيخلصوا معاكي على طول. هي المواعين ما بتاخدش وقت، بس بس بتبقى ساعات في مواعين ماليه الحوض. طالما ما فيش حلل ولا في الكلام ده، فخلاص خفيف خفيف كده بنخلص بسرعه. يلا بينا بقى، شطبنا الحوض وحطينا المواعين وفطرنا الكتاكيت اللي واقفين تحت رجليا، موشة ونونة طبعا لازم يفطروا هما كمان. وكده خلاص خلصت بقى. يلا ننضف بقى الحوض بتاعنا. وطبعا كانوا عاملين لبن في لبن، وعملنا الشاي بلبن كده وخلصنا زي ما قلت لكم. وكده الصواني، بصوا كام صينيه في الحوض، كام صينيه في الحوض، يعني حوالي صينيتين ولا ثلاثه غسلتهم دلوقتي. كده طبعا خلصنا. والطفايه لازم نغسل الطفايه. كده خلصت خلاص.
وكده هشطف بقى. عندنا مخلصه كويس قوي كده. هشطف بقى الحوض، انا كده كده منشفاه وغسلاه حلو. يا دوب الحله بتاعه الحوض غسلتها كده ونشفتها كده خلاص. هسيب بقى الحوض يتصفى معايا وهنشفه، وبكده خلصنا. ويلا نشوف عملنا ايه النهارده. حاجه تحفه كل ولادنا بيحبوها. الله الله على الجمال وعلى الحلاوه وعلى الدفى. وطبعا انا كده قاعده فين؟ قدام الفرن. عملنا النهارده حبه حاجات طريه تحفه. عايزينها؟ يلا يا ماما قومي اعملي لنا حاجه. انت قاعده ليه يا ولاد؟ سيبونا ريح يوم. لا قومي اعملي لنا حاجه طريه عشان نتعشى بيها. وهنا عملنا اللي انتوا شايفينه ده، الجمال ده. يلا نشوف. يلا نسمي بالله كده ونخش على الفيديو ونشوف عملنا الحاجات الحلوة دي ازاي. بقوا يخطفوها من جنبي وانا قاعدة. هنا عندي كمية من الدقيق، اي كمية انت عايزاها. انا عندي هنا حوالي 2 كيلو ونص من الدقيق، او 3 كيلو. يعني كان عندي 2 ونص وجبت ايه، وكان عندي كيس في نص، يعني حوالي 3 كيلو من الدقيق. طبعا انتوا عارفين ان انا عندي ابني في الجيش، وما بيجي ببقى عايزه اعمل له حاجه طريه، فقال لي وانا يا ماما اعملي حسابي زودي عشان تديني شويه. هنا عندي كميه من الدقيق. وطبعا السمسم اساسي في القرص. حطيت شويه من السمسم المتحمص كده. هقول لكم المقادير بتاعتي على طول كده. هحط شويه من السمسم المتحمص. وكمان انا جايبه الحاجات كلها جنبي على الصينيه وقعدت في الارض بقى. وعملنا هنا حوالي 4 معالق من السكر كبار. وحطيت حوالي 4 معالق من السمسم كبار برضو. وهنا عندي كيس بيكنج باودر. هقولك مقادير الكيلو. الكيلو حطي عليه 2 سمسم، 2 سكر، وهتحطي عليه ذرة من الملح، وهتحطي عليه كيس خميرة مع معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هحط هنا معلقة من الخل. وكمان هنقلب بقى كل الجمال اللي انتوا شايفينه ده مع بعض. طبعا انا عندي هنا خميره. انا حاطه خميره اللي هي بتاع الافران، الخميره البيره البلدي. حطيت حته كده على حبه ميه دافيه وعلى معلقه من السكر، وحطيتهم جنبي عشان تختمر، لان انا بجيب القالب على بعضه وبشيله في الفريزر. هنقلب بقى كل الجمال اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا قعدنا في الارض بقى وهنولع الفرن بقى وهندفي الشقه. كده حطيت قلبت كل المواد الحلوه دي مع بعضها كده. طبعا دي القرص الطريه اللي احنا بنحبها، اللي احنا ولادنا عايزينها طريه هشه كده ياكلوها مع الشاي بلبن. كده خلاص. مش هنعمل اي حاجه تانية، هي قرص طريه بس. كده خلاص. انا قلبت كل المواد الجافه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده مع بعضها. وعندي هنا بقى سمنه على زيت. عندك الكيلو ياخد منه كوبايه سمنه على زيت. هو المفروض تحطي كوبايه ونص ماده دهنيه. انت اعمليهم بقى سمنه على زيت عادي، سمنه لوحدها عادي، اللي انت عايزاه. انا عامله هنا خليط من السمنه على الزيت يا دوب مسيحاه. في الاول كده هنحط ونقلب فيها. لما بحط السمنه في الاول على العجين بتديها طراوه حلوه قوي وبتطر العجين معاكي. فاحنا هنحط مش هنبسها ولا حاجه، هي مش كحك ولا حاجه، بس عشان تبقى العجينه معاكي طريه وتبقى طريه معاكي وما تنشفش. وما تكتريش الزيت. احنا بنحط كوبايه من السمنه ونص كوبايه من الزيت، يعني مش كتير. الكيلو بياخد كوباية ونص من المواد الدهنية. اي مادة دهنية عندك عايزة تعملي بزيت بس اعملي، بس ما تكتريش. اعملي كيلو او نص عشان ما تنشفش معاكي. كده خلاص. هقلب السمنة كويس قوي في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلت لكم مش هنبسها، لا هنعملها يا دوب تقليب كده. نخلط الدقيق بالسمنة يبقى عامل زي الرملة كده، عشان وهي اما تيجي تخبزيها بتلاقيها ايه، طرية كده، والسمنة كده متشبع بها الدقيق فبيدي طراوة معاكي. كده هنغلف الدقيق بتاعنا بالسمن. يلا لو اول مره تدخلي عندي وما اشتركتيش، يلا اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من شروق ماما في المطبخ. ويا رب كل حاجه بقدمها تعجبكم. يلا البنات الحلوين، انتوا قعدتوا اجازه بقى اكيد، فساعدي ماما واعملي. لو كيلو دقيق اعمليه عندك في البيت. طبعا انتوا عارفين القرص، يعني القرصه داخله على 3 جنيه في الفرن. شوفي بقى على ما نجيب الخمس افراد هتجيبي كام واحده. فكفايه نشتري اللبن من بره ونعمل القرص في البيت. هنا بقى عندي الخميره بتاعتي زي ما قلت لكم، كعب من الخميره البيره بتاعت الافران. لو عندك خميره فوريه حطي كيس على الكيلو مع معلقه من البيكنج باودر، وحطهم بقى في مكان دافي عشان احنا عارفين ان الجو برد. كده انا عندي هنا ايه ده، ايه يا ولاد؟ انا جبت لبن حليب وحطيت عليه كوبايتين من الزبادي وركنته جنبي شويه في المطبخ. هو المفروض كان يروب اللبن بس ما لحقش برضه. انا دفيته بس كده وسبته قبل العجين بساعتين، فما لحقش يروب قوي. فانا حطيت فيه كوبايتين زبادي عشان ندي طراوه حلوه للقرص بتاعتنا.
هنحط بقى شوية بشوية كده، ما تحطيش المواد السايلة كلها مرة واحدة، انزلي واحدة واحدة كده. خلاص هنقلب بقى، هنحط شوية بشوية ونقلب، شوية وشوية بنقلب لحد ما نحط كمية اللبن معانا. طبعا كده اهو، بصوا سهلة، عجينتها سهلة ما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت هتبقى معاكي ريحتها وطعمها تحفة. هننزل باللبن شوية بشوية. لو هتعملي كيلو دقيق حطي كوباية زبادي على نص حليب، ودفي الحليب من بدري من الصبح، وكمان سيبيهم مع بعض كده هتبقى لبن راي. بصوا العجينة وجمالها. طبعا عجنت فيها شوية، ناديت لشروق قلت لها تعالي انزلي في العجينة دي اعجنهم لي شوية، فطبعا عجنتهم شوية حلوين وانا كملت. وكده نزلنا بباقي السمنة. ليه؟ بتخلي شوية من السمنة بتقفلي بها العجينة، بتديها طروة حلوة وريحة تحفة. عودي نفسك اي معجنات بتعمليها سيبي شويه سمنه في الاخر، قفلي بهم العجين، او شويه زيت زي ما انت عايزه حسب الماده الدهنيه، او زبده حسب الماده الدهنيه اللي انت حطاها في العجين. كده بقى هغلف بقى. بصوا العجينه مصفره ازاي، لان انا عندي السمنه بتاعتي صفرة اللي هي الكريستال الصفرة، وحطيت عليها شويه من الزيت، فبتخلي العجينه صفرة معاكي كده حلوه قوي. كده خلاص يعتبر انا خلصتها. يدوب بقى هغلفها بشوية السمنة في الاخر، وهناخد طبعا حتة عجينة ونمسح بيها الحلة. السمنة غالية، ايوه السمنة غالية، ما ترميش فتفوتة، حافظي اليومين دول على قد ما تقدري لان الدنيا غالية زي ما انت عارفة. كده خلاص غلفت بيها العجينة كلها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا حلاوة وطراوة العجينة بجد تحفة قوي. يعني ريحتها وانا بعملها كده ريحتها ملهاش حل. طبعا احنا بالليل وقاعدين وملمومين طبعا، وكلهم جم من بره ومقفلين وقاعدين بالليل بقى في الدفا، عايزيني ادفل الشقه. لازم اقوم اشقى واشتغل يا اولاد عشان ادفلكوا الشقه. ايوه قوم يا ماما اعملي لنا حاجه تدفينا. عجنتها وخلصتها وخلاص كده بقلبها عشان اسويها. هغطيها بكيس معايا وكمان بفوطة، وادخلها اوضة دفا ونسيبها تختمر نص اختمار كده، مش هنخمرها قوي. وهنا كمان خلصت وكمان قطعتها كور زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى هشكلها قرص طرية، يعني هاخدها افردها فردة بسيطة كده، ما تخليهاش رقيقة قوي. لو انت عايزاها قرص مش سمكها عالي خليها رقيقة شوية حوالي نص سنتي كده. عايزة سمكها عالي يا دوب فردة صغيرة كده وسيبيها. بس احنا عندنا ما بيحبوش التخينة قوي دي، فانا بعملها متوسطة يبقى سمكها يا دوب قلبها ملان كده وطري. كده خلاص هقطع بخبزها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هي العجينة طرية يا دوب بدوس عليها بالراحة. وطبعا هنسيبها بعد ما تتقطع ترتاح 10 دقايق عشان تتفرد معاكي بكل سهولة. كده هنفرد بقى كل الجمال اللي انتوا شايفينه ده مقاس واحد، وهنرص طبعا في الصجان، وعندي مفرش العجين زي ما عودتكم. وكده خلصت الكمية وفردت المفرش بتاعي وحطيتهم كده في الأوضة. أنا حاطة مفرش وحطيتهم في أوضة في الدفا، علشان هنا بقى هنسيبهم يختمروا كويس جدا. في المرحلة دي لازم يختمروا حلو علشان نسويهم. ويلا بقى نسويهم ونشوف الجمال عامل ايه. الله 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 الروايح الله بجد. هم كانوا قاطعينها وسايبينها على الصينيه كده. خلاص بصوا قلبها هاشش ازاي وطريه. هم على فكره قاعدين جنبي في الارض، اللي بيطلع بياكلوا. بصوا الجمال وبصوا الحلاوه. انا ولعت الفرن وكده، انا قاعده قدام الفرن وبطلع الحق لكم شويه اصورهم لكم. العيال هاتي يا ماما هاتي يا ماما. ما شاء الله جميله قوي. ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله.